مرحبا بك يا نبيل. سلام الله عليك يا أخ محمد. أهلا وسهلا بك يا نبيل. هل تعتقد أن ما يحدث في صنعاء انتفاضة شعبية حقيقية أم أنه صراع إداري على النفوذ؟ والله أنا أخ محمد برأيي أن تلك الإجابتين هي أقصد نتيجة الاستطلاع، أو تلك السؤالين هما لما يحدث في صنعاء. فأنا برأيي الشخصي أن عبد الصالح يريد أن يسيطر ويكون له النفوذ أكثر، لكن المهم والأهم نترك هذا جانبا. الأهم والمهم هو معاناة الجماهير، سواء كانت الجماهير وهذا ما يعبر عن حقيقة أنها شعبية. نعم تفضل. نترك جانبا بأن علي صالح هو يريد نفوذ وهو لا يهمه إلا مصلحته، وأتت الفرصة ليقتنصها بعد غليان الشارع الذي خرج. نحن نركز على هذا وهو الأهم والمهم. الذي خرج سواء من أبناء المؤتمر الشعبي العام أو من يساندهم من هم من الشعب اليمني في الداخل الذين تضرروا من ميليشيات الحوثي التي أجحفت بحق الشعب اليمني، مزقت أصوله، كسرت كل الأعراف، لم تراعي فيه، ارتكبت كل الجرائم جهارا ونهارا. فلذلك وما بني على باطل فهو باطل. انتهت المتعة السياسية التي كانت بينها وبين علي عبد الله صالح. على ماذا يدل هذا يعني التسارع والتدافع الشعبي لطمس معالم الحوثية وشعاراتها الطائفية في شوارع صنعاء، إلى الدرجة نحن نرى صورة لأحد المواطنين يصعد إلى إحدى الكامبات وهو يعني ينزل صورة لميليشيا الحوثي ويدوسوها على الأقدام في تدافع شعبي. على ماذا يدل ذلك؟ هذا غير ممتاز أخ محمد، هو جزء بسيط فقط لما يعبر عنه الشارع. الشارع لم ينتفض إلى الآن سواء في صنعاء أو في كل المحافظات من كل الأجناس، ليس سواء أبناء المؤتمر، سيوقف كل أبناء الشعب لإزالة الحوثي الذي أتى على حين غرة في ضعف الدولة، الذي أتى نتيجة أخطاء، التي أتى نتيجة تحالف صالح التي فتح لهم كل المعسكرات. وهذه حقيقة تاريخية لا يمكن أن ينكرها ولا ينكرها الحدث اليوم. لكن من هو المتضرر هو الشعب سواء كان من كل الأحزاب، من كل الطوائف، من كل الأجناس. هو شعب يمني لا يمكن النتيجة الصفرية يا أخ محمد. لن تكن تجدي ثورتنا لم تقم على المؤتمر الشعبي العام، بل قامت على علي عبد الصالح وإزالته، وجعل من المؤتمر الشعبي نصف الحكومة. الأحداث التي أتت نحن لم يكن نريد أن نصفي سواء أبناء المؤتمر في مقاومتنا الشعبية. وضحت الفكرة أخي نبيل الفقيه، أشكرك كل الشكر. معي اتصال آخر. السلام عليكم. مرزوق.